تحذير: ما تعمل الكيتو إذا ما كنت فاهم هاي الأمور. هل أنا ضد الكيتو؟ خلينا نقسم الجواب لقسمين: خسارة وزن ودهون، صحة أو أمراض. بالنسبة لخسارة الوزن والدهون، أنا لا مع ولا ضد الكيتو. أنا مع أنك تعمل كيتو إذا أنت فاهم شو عم بتسوي وعارف شو عم بتسوي ومختار الكيتو ليكون نظام حياتك. بمعنى إذا أنت بس بدك والله تتبع الكيتو عشان أخسر وزن، رح يصير معك إنه رح تقطع كل النشويات والفواكه وكل هاي الأشياء وراح تنزل نزول سريع. بس انتبه، أكثر الناس بينخدعوا بهذا النزول، لأنه في البداية بما أنك قطع كثير نشويات يكون أغلب نزولك في البداية سوائل، فبتفكر أنه أنت والله خسرت وزن كثير، ترجع بتبلش تاكل الكربوهيدرات، بترجع كل هاي السوائل وما صار معك أي شيء. إذن أنا لا ضد ولا مع الكيتو، لا ضد ولا مع اللو كارب، لا ضد ولا مع الفيجن، لا ضد ولا مع البالانس دايت. اعمل الشيء اللي انت بدك اياه، في الاخير كله ممكن يخليك تخسر وزن. يعني اذا انت ما بدك تقطع الفواكه وبدك تتبع الكيتو بس عشان والله اخسر وزن، ما انت ممكن تاكل فواكه وتاكل نشويات وتاكل كربوهيدرات، تاكل كل هالاشياء وتخسر وزن كمان. بالانس دايت، اعرف شو عم تاكل، اعرف شو عم بدخل لجسمك واحسبه، تخسر وزن بدون ما تقطع شيء، بدون ما تعمل شيء مش مرتاح فيه. اعمل شيء اللي انت مرتاح فيه عشان تقدر تستمر عليه، لانه هذا الاشي مفروض تستمر عليه. كلمة دايت يا اخوان لا تعني انه انا والله بدي اعمل فترة وارجع لحياتي. بدك تتعلم كيف تغير نمط حياتك، بدك تغير عاداتك، هذا هو الصح. بدك تعمل كيتو اعمل كيتو، بدك تعمل ميتو اعمل ميتو، اللي بدك اياه. بدك تدخل صراصير في اكلك، اللي بترتاحه اعمله، بس افهم كيف عم تعمله، شو ليش عم تعمله، شو حاجة جسمك، لانه بس تعطي جسمك حاجتها بس جسمك راح يتعدل وجسمك راح يخسر كل الوزن ويكون صحي. الان بالنسبه لموضوع الصحه، في ناس تقول لك لا انا اتبع الكيتو عشان انا معي مقاومه انسولين، بدي اتبع كيتو عشان عندي دهون على الكبد، بدي اتبع كيتو عشان عندي تكيس مبايض، بدي اقطع كل الكربوهيدرات عشان هاي الامور. ما هو انت ممكن تضلك تاكل بالانس دايت وتاكل كربوهيدرات وتشيل دهون الكبد وتخسر مقاومه الانسولين، تروح منك تكيسات المبايض، كلها بالبالانس دايت عادي، بس تعطي جسمك حاجته. وانا كثير عندي من المشتركين اللي كان عندهم كل هاي المشاكل وما قطعنا شيء، بس زبطنا الاكل حسب حاجته كل يوم، خلص راحت منه كل هاي الامراض، راح تروح. فانت حر، اعمل الشيء اللي راح تقدر تستمر عليه. هذه هي النقطه، بس سوي لكم اياه. في الاخير اذا بدكم نساعدكم في سوبر هيومن، شوفوا اللينك اللي عندنا في البايو او بعد كلمه سوبر. باي باي.